عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في الدرس التاني في الجغرافيا، وهو بعنوان المحاصيل الزراعية، يعني خيرات في أرضنا. طبعا الدرس ده احنا هنتكلم فيه عن المحاصيل الزراعية الموجودة في الوطن العربي، فاحنا هنقسمها كده إلى 3 أقسام، وده على حسب استخدامها. يعني ايه حسب استخدامها؟ يعني عندنا محاصيل بنسميها الحبوب الغذائية، وفي قسم تاني محاصيل الصناعية والتجارية، وفي محاصيل تانية بنسميها الأشجار المثمرة والفاكهة. الحبوب الغذائية يعني ايه؟ يعني محاصيل بيعتمد عليها الإنسان في غذائه، ودي زي ايه؟ زي القمح والشعير والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة. إنما المحاصيل الصناعية والتجارية فدي المحاصيل اللي بتدخل في الصناعة وفي التجارة، زي قصب السكر وبنجر السكر والقطن والبن. أما الأشجار المثمرة والفاكهة فزي التمر، النخيل والعنب، وكمان الموالح زي الليمون والبرتقال وكمان الزيتون. نركز يا سنة تانية في المحاصيل، ونركز المحصول هو تبع أي قسم من الأقسام ال3. يعني الحبوب الغذائية معروف هو القمح والأرز والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة. المحاصيل الصناعية والتجارية هي القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن. الأشجار المثمرة زي التمر اللي هو النخيل، وزي الموالح، وزي العنب، وزي الزيتون. على المحاصيل أو أقسام المحاصيل الزراعية هيكون بالشكل ده سنة تانية. هو أي من المحاصيل الآتية تصنف تحت قائمة الحبوب الغذائية في الوطن العربي؟ هل هي القمح وقصب السكر، الزيتون والأرز، القمح والتمر، الذرة الرفيعة والأرز؟ طبعا هو الذرة الرفيعة والأرز، لأن ده تبع أو المحاصيل دي تبع الحبوب الغذائية. احنا هناخد قسم من الأقسام ال3 دول، وهنتعرف على نوعين بس من المحاصيل. فليكن مثلا هنتكلم على الحبوب الغذائية، هناخد مثال ليها القمح والأرز، وهم دول المقررين عليكم في المنهج بتاعكم. ولكن احنا هناخد ايه في المحاصيل دي؟ المطلوب منك تعرف ايه الظروف الملائمة لزراعة كل محصول في دول، وكمان تعرف اهم الدول العربية انتاجا لكل محصول من المحاصيل دي. طبعا هنبدأ بالحبوب الغذائية، واللي هي معروفة ان بيعتمد عليها الانسان في غذائه. طبعا يا سنة تانية الحبوب الغذائية او زراعة الحبوب الغذائية بتزرع في مساحات واسعة من الأراضي في الوطن العربي، ولكن مبدئيا كده بتعد مصر من أكبر دول الوطن العربي إنتاجا للحبوب الغذائية. فلو سألك إيه أكبر الدول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية فهي مصر. طيب وإيه كمان إحنا ممكن نعرفه في جزئية الحبوب الغذائية؟ ممكن يسألك هنا أي مما يلي يعد سببا رئيسيا في تباين المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. يعني إيه سبب اختلاف المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ كل دولة بتختلف في نوع المحاصيل اللي هي بتزرعها. هل هو بسبب اختلاف المناخ، ولا كمية المياه، ولا رؤوس الأموال، ولا العمالة الزراعية؟ برافو، طبعا باختلاف. لو هنبدأ في أول قسم من أقسام المحاصيل الزراعية فهنبدأ بقسم الحبوب الغذائية. طبعا هناخد أمثلة ليه زي القمح والأرز. القمح والأرز دول يا سنة تانية اللي مقررين عليكم، ولكن باقي المحاصيل أو أمثلة المحاصيل الزراعية اللي تبع الحبوب الغذائية زي الشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة، فدي هتكون للاطلاع والقراءة فقط. ولكن خلينا مبدئيا نعرف احنا مطلوب ايه مننا في المحصولين دول، او محصول القمح والأرز. مطلوب منك تعرف موسم الزراعة لكل محصول في دول. يعني الزراعة بتتم للمحصول ده في فصل الشتاء أو الصيف. وكمان مطلوب منك تعرف الظروف الملائمة لزراعة المحصول، ضروري جدا. وكمان نقطة ثالثة المفروض انت تعرف في كل محصول أهم الدول العربية المنتجة للمحصول ده. وكمان في تكاية بسيطة كده لازم تعرف الدول دي بالترتيب، ضروري جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا الدول تتصدر، مثلا مصر الدول العربية في إنتاج القمح، من بعدها المغرب، لازم تعرف الترتيب بتاعها. نبدأ بأول محصول للحبوب الغذائية وهو القمح. طبعا بيعتبر من أهم الحبوب الغذائية وبيزرع في معظم دول الوطن العربي. يا ترى إيه موسم زراعة القمح؟ فهو بيتم في الشتاء
بالنسبة للظروف الملائمة لزراعته فهو بيحتاج لحرارة معتدلة زائد تربة خصبة جيدة الصرف. يعني ايه جيدة الصرف؟ يعني التربة ما بتكونش متماسكة وثقيلة، يعني بتصرف الهواء وكمان المية. طب وإيه أهم الدول العربية المنتجة للقمح؟ فهم بالترتيب مصر، المغرب، سوريا. مصر، المغرب، سوريا، تمام كده؟ طيب بالنسبة للمحصول التاني فهو الأرز، فإحنا عرفنا القمح في الشتاء، الأرز في موسم الصيف. طيب ايه الظروف الملائمة لزراعة الأرز؟ فهو بيتزرع في الأماكن بتكون فيها حرارة مرتفعة، زائد مياه ري وفيرة بيحتاج مياه كتير، زائد تربة طينية ثقيلة، فهو هنا عكس القمح. الأرز بيحتاج تربة طينية ثقيلة، وعلشان كده طبعا بيعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. ولكن ايه أهم الدول العربية المنتجة للأرز؟ فهي في المرتبة الأولى مصر، وطبعا بتستأثر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، حيث تتركز زراعته فيها وخاصة في شمال الدلتا. طيب ليه مصر هي اللي معظم زراعة الأرز بتكون في مصر وخصوصا في منطقة شمال الدلتا؟ ده بسبب طبعا توافر ظروف زراعة الأرز في هذه المنطقة. تاني دولة في إنتاج الأرز وهي العراق. أنا عندي هنا أكتر من سؤال على المحصولين دول، فمثلا هنا ممكن يسألك يزرع في معظم الوطن العربي وتحتل سوريا المركز الثالث في إنتاجه، فهو محصول إيه؟ هل هو قصب، السكر، القمح، الأرز، التمر؟ برافو سنة تمام، هو طبعا القمح، لأن القمح ترتيب الدول مصر، المغرب، سوريا. طب السؤال التاني هنا، من خلال دراستك للظروف الملائمة لزراعة القمح نستنتج أن إنتاجه يتركز في الوطن العربي بالأجزاء، هل الأجزاء الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية ولا الغربية؟ طبعا هنا مصر فين؟ في أي جزء من أجزاء الوطن العربي؟ طبعا الشمالي، المغرب الشمالي، سوريا الشمالي. فمعنى كده احنا طبعا تتركز انتاج القمح في الاجزاء الشمالية. السؤال ده كده محتاج منك تركيز في السؤال علشان تعرف الاجابة تجمعها بمنتهى السهولة. طيب وايه كمان ممكن يطلب منك هنا؟ مثلا بما تفسر يعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. ليه؟ ده لأن طبعا زراعة الأرز بتحتاج إلى تربة طينية جيدة أو ثقيلة، وزائد مياه ري وفيرة ودرجة حرارة مرتفعة، وهذه العوامل لا تتوافر في معظم الدول العربية، ولكنها بتتوافر في مصر وخاصة في منطقة شمال الدلتا. كمان عندنا نقطة هنا في السؤال ممكن اختياري كمان، يتمثل العامل المشترك في زراعة القمح بالمغرب وسوريا في إيه؟ يعني احنا بنزرع او بيتم زراعة القمح في سوريا والمغرب على اساس ايه اللي بيكون مشترك؟ في عامل هنا مساعد في المغرب موجود، علشان كده بتتم عملية زراعة القمح، وكمان في سوريا في عامل متوفر او موجود في سوريا، فهو علشان كده بتتم من خلاله عملية زراعة القمح. طيب ايه العامل المشترك اللي موجود هنا وموجود هنا في المغرب وفي سوريا وبيساعد على زراعة القمح؟ هل هو وفرة الأيدي العاملة، ولا وفرة مياه الأنهار، ولا المناخ الملائم، ولا استخدام التكنولوجيا الحديثة؟ برافو يا سنة تانية، هو طبعا المناخ الملائم. طيب بالنسبة لباقي المحاصيل الزراعية اللي موجودة في الحبوب الغذائية زي الشعير، فإحنا ممكن هنطلع بس على المعلومات دي ولكن مش مقررة عليك. الشعير بيتم زراعته في الشتاء وبيزرع في المناطق التي لا تجود فيها زراعة القمح. ليه؟ لأنه يتحمل التذبذب في درجات الحرارة وقلة خصوبة التربة والجفاف. أهم الدول العربية المنتجة طبعا المملكة المغربية. بالنسبة للذرة الشامية فموسم الزراعة بيتم زراعته في الصيف. أهم الدول العربية المنتجة ليه هو طبعا مصر ومن بعدها المغرب. الذرة الرفيعة الموسم الزراعة بيتم في الصيف. أهم الدول العربية المنتجة للذرة الرفيعة بالترتيب كده هي السودان طبعا قبل تقسيمها، ومن بعدها مصر.
سؤالي هنا محتاج برضو نقطة تركيز كده، والمتميزين اللي معايا طبعا حبايبي اللي في سنة تانية هنا، ايه اهم او ايه المناطق التالية اللي يصعب فيها زراعة القمح والأرز؟ يعني في منطقة كده في الوطن العربي صعب ان احنا نزرع فيها القمح والأرز على اساس ان الظروف الملائمة او المناسبة للقمح والأرز لا تتوافر في المكان ده. لا تتوافر فين؟ في شمال سوريا، ولا جنوب ليبيا، ولا شمال المغرب، ولا جنوب السودان؟ نركز، القمح والأرز طبعا برافو، هو جنوب ليبيا. طبعا ده على اساس المعلومات اللي اخدناها في الدرس الاول في الجغرافيا، اللي هو كان بيتكلم على الزراعة في الوطن العربي، وكنا عارفين طبعا ان الزراعة بيتم تقسيمها على حسب الاماكن الري. المكان ده لا يتوافر فيه ولا منطقة زراعية على مطر، ولا مياه جوفية، ولا حتى الانهار.